السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكلكم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل فطار بتنجان محشي وفلفل وطماطم، وهنحمر الفرخة وهنسلق الفرخة وهنحمرها. تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله يعجبكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي بتنجان وفلفل ودي الخضره. كنت بالسوق طبعا حيره كل يوم هنعمل فطار ايه، هنعمل فطار ايه، فايه رحت بقى نزلت السوق بدري. اولا كل سنه وانتم طيبين. جبت بقى خضره المحشي، شبت، بقدونس، كزبره، وجبت بقى ولقيت كمان البتنجان شكله حلو قوي فعجبني، فجبت ايه كيلو ونص كده بتنجان ابيض. ما لقيتش بصراحه بتنجان الا الابيض والاسمر. وجبت كمان ايه ربع فلفل كده حلو، ربع كيلو فلفل بالشكل الجميل ده عشان ايه هقوره وايه ونعمل معاكم بتنجان. النهارده ان شاء الله نعمل محشي بتنجان وفلفل. تمام. اول حاجه بقى طبعا ايه هظبطها، وعندي طبعا ايه رز الحمد لله، وعندي صلصه الطماطم اطلع كيس من اللي احنا مفرزينه سوا. اول حاجه طبعا انا جايبه بتنجان اهو، جايباه مش متقور، انا هقوره، هعمل معاكم بس واحده او اتنين. وطبعا الخضره هغسلها كويس جدا. هعمل معاكم الاول ايه تشيل بس الخضره، واول معاكم كده بتنجانيه بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده البتنجانيه الحلوه بتاعتنا، نحط المقوار كده. طبعا انا مش بروفيشنال قوي في البتنجان يعني في التقوير، اسفه يعني، ممكن تلاقيني خرمتها شرمتها الحاجات الحلوه اللي بتبان دي ماشي. بس ايه بنحاول بس ايه نعمل كده، نوسع لنفسنا بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول طبعا ننقي البتنجان طري، واللي مش عارف ينقي يقور بتنجان المعوج يبعد خالص عن البتنجان المعوج. انا زيكم ايه بنقي ايه البتنجانيه الطريه والمعدوله مش معوجه اهو. خلاص البتنجان اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص البتنجانيه اهي من جوه مفيهاش حاجه اهي بالشكل ده، في هنا بس حاجه بسيطه بس اهي. شايفين البتنجانه من جوه اهي، ما خدتش وقت معانا. بنسلي صيامنا. اللي طبعا قادر يعني اللي قادر يقور زي يعمل، اللي بيستسهل الناس الموظفين طبعا على راسنا من فوق. ممكن تشتري بتنجان، واي واحده ايه من اللي هم قاعدين في السوق ربنا يرزقهم تخليها تعملها لك. انا ساعات بعمل كده، وساعات طالما انا صايمه بقى ايه بسلي صيامي، فايه اللهم صل على النبي، فجبت قلت ايه اقوره. لسه بدري طبعا على المغرب، فايه نجهز الحاجه كده ايه سوا واحده واحده. بس انا ايه هكمل بقيه التقوير البتنجان مع نفسي. تمام بالشكل ده كده. قورت واحده الحمد لله ما اتخرمتش ولا اتشرمت ايه، عشان ايه اللهم صل على النبي تبان كده حلوه في الفيديو، ما كسفتنيش يا رب، بس دي كمان ايه ما تكسفنيش اهي بس كده اهي اهي. دي كمان اهي بتنجان كمان طري وصابح، فالحمد لله ما فيهوش حاجه اهو. كده انا قورت اتنين اهم معاكم بالشكل ده. الفلفل بقى طبعا سهل، الفلفلايه دي بقى طبعا مش تنفع ان هي تتحشي عشان ايه مفتوحه من هنا، ما خدتش بالي وانا بنقيها، فهبعدها خالص. وايه وفلفلايه اهي نضيفه، بس يا اما بشوكه يا اما بالراحه كده. بصي بالشكل ده كده خلاص طلعتي ايه اللي قورتي ايه الفلفلايه الحلوه اهي. بص كل ده ايه ولا تشغل بالنا، هتتحشي يعني هتتحشي اهي. واحده كمان معاكم بالشكل ده. بس طبعا هشيل البذر منها والحاجات دي. عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بس بالشكل ده كده اهي. يبقى انا كده هخلص بقيه تقوير البتنجان والفلفل بالشكل ده. طبعا هنغسله كويس جدا، بس هقوره الاول وارجع لكم. رجعت لكم تاني، ما تقلقوش لسه ما خلصتش تقوير البتنجان، بس قلت ايه انقع الخضره الاول، انضفها كده وانقعها الاول في الميه وشويه خل، يعني اشطفها شطفتين ثلاثه كده، وبعدين احط عليها ميه نظيفه وشويه خل ايه لحد ايه ما اخلص تقوير البتنجان. تمام. الخضره نشوف اي ورقه فيها مش حلوه بنشيلها.
ورقه الصفراء، ورقه سمرة كده محروقه من الشمس، الحاجات دي بنشيلها. طبعا دي مش عارفه، تقريبا دي كزبره بقدونس تقريبا. تمام. وده الشبت، اسهل حاجه عندي عارفاها معروفه هي الشبت، بس انا بقول للست هاتي شبت وبقدونس وكزبره، وهي الحمد لله بتجيب لي الحاجات دي. طبعا بننضف اي ورقه زي ما قلت لكم صفرة كده مصفرة شويه بنشيلها. تمام بالشكل ده. ورقه دبلانه، اي حاجه مش نظيفه، بس الخضره شكلها صابح وجميل خالص. نازله بدري انا فمحتاره من بالليل هعمل فطار ايه، هعمل فطار ايه. قلت هنزل بدري واشوف ايه في السوق وايه وافكر. والحمد لله فكرت ولقيت ان انا اعمل محشي بتنجان وفلفل. ما لقيتش بقى الا بتنجان اسمر وبتنجان اللي هو الابيض ده. قلت لا هاتي بتنجان الابيض. كزبره تقريبا بعافيه شويه، مش عارفه مالها كزبره، نقي منها حاجات وحاجات كده، بس هنقي منها بردك وهنظبطها. انا مش عارفه دخت النهارده والله على كزبره كتير في السوق، لقيتها اما بايته من امبارح، وهي حتى الست قالت لي بصراحه كده، قالت لي عنديش كزبره النهارده بايته من امبارح، يا اما جاي الست دي جايباها تقريبا النهارده، بس مش نظيفه الكزبره، بصي مش نظيفه. بس هشيل بردك الورق اللي مش نظيف ده، وقايل لك كلها عايزه تترمي. الحاجات دي محروقه تقريبا من الشمس اهي. الورقه النظيفه بس هستخدمها، واللي مش نظيفه هرميها. شكلي تقريبا كده هرمي ربطه الكزبره كلها، لا بس ان شاء الله لا. انا بقى خلينا في موضوعنا. جبت بتنجان، اللهم صل على النبي، ابيض. قلت البتنجان الابيض هيبقى حلو كده وشكله جميل، ويعني لا قدر الله لا قدر الله لو انحرق ولا حاجه بتنجانيه ولا اتنين هيبقى يتحول للاسمر. بس انا قلت اما اجيب، انا مش من محبين قوي بتنجان الاسمر، بس احنا والله بنحبه برضك اي بتنجان الحمد لله يعني بناكله. بس انا لقيته شكله مش حلو كده في السوق، والابيض جميل كده وبيقول لي تعالي اشتريني يا امان، رحت اشتريه وجبته بس كده. تمام. بس شكل الخضره دي ما شاء الله كلها كده هتترمي ولا مش عارفه. المهم يعني انا هنضف الكزبره. الكزبره هي اللي مش حلوه، البقدونس حلوه والشبت. الكزبره طبعا هنضفها، في ورق كتير فيها هرميه والباقي بقى هعمله. تمام. بس هنضفها كويس جدا. تمام. هروح بقى انضف الكزبره الجميله اللي هي مش حلوه قوي دي وارجع لكم نغسلها طبعا كويس جدا واشطفها، واقور كمان البتنجان والفلفل، ونرجع نشوف نكمل بقيه الاكل ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما قورت البتنجان بالشكل ده. قورته كله اهو بالشكل الجميل ده. والفلفل كمان شلت البذر اللي فيها والعنقود، والخضره غسلتها كويس جدا، وبعد ما نقعتها وغسلتها كويس جدا قطعتها بالشكل ده. يبقى كده وضبط خلاص البتنجان جاهز معايا، عايز بس يتغسل هو والفلفل، والخضره خلاص خلصت. هنحضر بقى التسبيكه بتاعه المحشي. يلا تعالوا معايا كده هنحضر بقى لتسبيكه المحشي. حطيت هنا معلقتين زبده كبار ومعلقه زيت بالشكل ده كده. تمام. هسيبهم بس لحد ما يسيحوا شويه، وبعدين هنزل بالبصلايه. انا بشرت بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره حسب الحجم اللي انت عايزاه تقطعيه برده بقطع قطعيها. انا بشرتها بالشكل ده بالمبشره. تمام. هستنى شويه على الزبده، وبعدين هنزل بالبصله. هنزل بقى بالبصله. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها كده لحد ما تدبل وتدي تشويحه كده بسيطه، وبعدين هنزل بصلصه طماطم. صلصه الطماطم هي معانا اللي احنا بنفرزها سوا. فكت خالص، طلعتها عشان تفك. فكت. استنى بقى شويه لحد ما البصلايه ما تدبل كده شويه معايا تتشوح، وبعدين ارجع لكم. انا هنا نقع الفرخه في ميه ودقيق وملح وليمون، عصر عليها ليمون كده ودعكها من جوه ومن بره بليمون كويس جدا. تمام. ممكن تعملي جنب المحشي لحمه، اي حاجه اللي انت عايزاه. بعد ما البصل ما تشوح بالطريقه ديت وتدبل بالشكل الجميل بتاعنا ده، هنزل بقى بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقيش من
من التلجية دي هتدوب خالص مع سخونية الطاسة وسخونية اللهم صل على النبي البصل. اهي بصوا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى تتسبك كده شوية مع بعض وشوية كده، واحط لها ايه التوابل. هحط بقى التوابل بسم الله الرحمن الرحيم. ملح، طبعا الملح ايه حسب كمية الرز اللي انت حطاه، تمام. فلفل اسمر، معلقة صغيرة كده بابريكا، معلقة سنة صغيرة كده شطة، معلقة صغيرة بهارات لحمة، كمون، بس كده. عايزة تحطي توم بودرة وبصل بودرة بيبقى حلو قوي، انا برضك بحب احطه. نجيبهم كده بسم الله الرحمن الرحيم واحطه حاجة بسيطة كده، توم بودرة بسم الله الرحمن الرحيم وبصل بودرة، تمام. وديها بس كده تقليبة. التوابل دي التوابل اللي انت بتحبيها انت بتحطيها، يعني دي بتبقى اختياري مش اجباري، يعني حاجة اساسية. هي الاساسي الملح والفلفل والشطة طبعا عشان بتدي كده طعم جميل، واللهم صل على النبي، والبهارات. وممكن كمان في ناس تستغنى عن البهارات خالص، تحطي مرقة دجاج او ما بتحطش، تمام. هسيبها بقى لحد ما تتسبك كويس جدا. وانا هنا غاسله الرز اهو ومجهزاه اهو، غسلاه ومجهزاه، والخضره كمان هي مغسوله اهي ومتقطعه. هسيب بس ايه الصلصه تتسبك كويس جدا، بعدين اضيف الرز، بعدين ايه اضيف ايه الخضره، تمام. خلاص كده التسبيكه هي اتجهزت بالشكل الجميل ده. هنزل بقى بالرز بسم الله الرحمن الرحيم، ودي كده تقريبا مع التسبيكه بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل الجميل ده. خلاص كده انا قلبت الرز اهوت مع الصلصه بالشكل ده، مع التسبيكه بالشكل الجميل بتاعنا ده. هحط بقى ايه عليها الخضره، اسيبها بس تبرد شويه عشان الخضره لما بحطها والخلطه سخنه بتدبل، فانا هسيبها بس تبرد شويه بعدين احط عليها الخضره. كده سبت التسبيكه مع الرز كده بردت شويه، هنزل بقى بالخضره بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم. الشبت والبقدونس والكزبره غسلهم جوه كويس جدا ومنقياهم، هقلبهم بقى ايه مع الرز بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا قلبت الخضره مع الرز بالشكل الجميل ده، شايفين ما شاء الله شكله تحفه ازاي. هجيب بقى البتنجان، وبتنجان كمان اهو غسلته كويس جدا هو والفلفل، وسبته ايه على مصفى كده ينزل ميته ايه في الطبق اللي تحته بالشكل الجميل ده. هبدا بقى ايه احشي البتنجان عادي خالص. همسك البتنجانيه بالشكل الجميل ده كده، افتحها كده بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ايه احشيها بالشكل ده كده. ما بنملاش البتنجان كله على الاخر، بنسيب له كده مسافه عشان يعرف الرز يستوي براحته، ياخد ايه براحته. اهم حاجه بنسيب ايه مسافه كده، عقله صباع كده عقله بالظبط اهي. واحط بقى ايه البتنجان. انا بحب ايه ارص البتنجان واقف، ما بحبش ايه اللي انا ايه انيمه. طبعا اللي يريحكم، في ناس بتحطه كده وفي ناس انا بحب احطه كده، بحب ارصه كده جنب بعضه. هعمل بقيه البتنجان كله والفلفل واوريكم. والفلفل بردك نفس الحكايه، بجيب الفلفلايه كده واحشيها بالرز بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بكبسهاش قوي، بديها كده براح اللي الرز يعرف ايه يتنفس ويستوي كويس بالشكل ده برضه. بسيب لها عقل الصبح. هخلص بقى بقيه البتنجان كله والفلفل وارجع لكم. وانا هنا معلقه على الفرخه بتستوي، حطيت لها ميه وحطيت لها ورق لورا وحبهان وفلفل، هوريها لكم. اهي الفرخه، وحطيت لها فلفل اسمر وطماطم وبصلايه، وسبتها ايه وحطيتها بقى ايه تستوي براحتها تتسلق، تمام. هروح احشي البتنجان على محشي بتنجان، تكون الفرخه كمان استوت، واسقيها واسقي البتنجان الشوربه.
خلاص كده عملت المحشي بتنجان بالشكل الجميل ده. خلاص كده خلصته، حشيته كده كله وحشيت الفلفل، وبقى عندي شويه رز. جبت كام طماطمايه كده، فتحتها من هنا وطلعت القلب بتاعها اهو بالشكل ده. القلب ده هحطه على الشوربه، وعملت لها ايه غطا كده، وهسويها مع البتنجان والفلفل. تمام. والفرخه كمان هي اتسلقت كمان، نسيتها في السلق فدابت خالص، هتلاقيتها مطلعه وركها بره بالشكل ده كده، بس مش مشكله هتتحمر وهتبقى شكلها زي الفل ان شاء الله. نيجي هنا بقى، هنا الشوربه، حطيت شويه شوربه في الطاسه اللي انا خلصت فيها التسبيك، وهنزل بقى بشويه الطماطم اللي انا شلت قلبها بالشكل ده كده، وهحط كمان معلقه صلصه عشان تدي للشوربه كده لون احمر حلو، واظبط بقى ايه حط الملح والفلفل الاسمر. خلاص كده انا ظبطت حط الشوربه، حطيت الفلفل الاسمر والملح وشويه شطه صغيرين، وحطيت معلقه كمان الصلصه والطماطم اللي انا او التقوير اللي هو الطماطم اللي هو قلب الطماطم اهي كمان حطيتها. سيبها اول ما تغلي غلوه كده اروح اسقي المحشي اللي هو البتنجان والفلفل والطماطم. بس الاول تاخد غلوه كده حلوه مع نفسها. خلاص كده الشوربه خلاص اهي غليت، هحط بقى الحله مكانها. حطيت كده الحله مكانها، هبدا بقى بالكرنيب كده واسقيه الفلفل بالشكل ده كده والبتنجان، اسقيه كده بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده واسقيه. طماطم اهي، انا شلت الطماطم بعد ما اسقي البتنجان واسقي الفلفل، هسقي احط الطماطم واسقيها هي كمان بالشكل ده كده. اسقيهم بقى كلهم. خلاص كده انا سقيت البتنجان والفلفل بالشكل الجميل ده كده. هحط بقى الطماطم اهي، الطماطم اهي بسم الله الرحمن الرحيم، وافتحها بس كده عشان عايزه اسقيها بالشوربه بسم الله، واسقيها كده بالراحه. انا كربست الطماطم زياده كده رز عشان اللي هو اتبقى معايا، بس المفروض كنت حطيت واحده كمان بس مش مشكله اهي ما شاء الله. بس اثبتي بس اروح قافلاها كده، اثبتي كده بس بقى شويه الطماطم اللي معايا دي حطوها كده على وش البتنجان والفلفل. ممكن تحطي توم وبكده خلاص. هغطي بقى عليهم الحله، واول ما يغلي غلوتين اروح موطيه النار. خلاص المحشي خلص بالشكل الجميل ده، بدات اطلعه اهو استوى خالص ما شاء الله. شايفين الفتحه ديت من وانا بقوره مش من دلوقتي، مستوى خالص. الرز اهو مستوي. بدات اطلعه كده في صينيه عشان ارصه ونقدمه للاكل. خلاص انا كده رصيت البتنجان في الصينيه بالشكل الجميل ده. ترصيه طبعا الرصه اللي انت عايزاه، انا رصيته بالشكل الحلو ده كده. وديت الشوربه اللي انا سقيت بيها البتنجان المحشي، بس بيتنزل بقى البهاريز بتاعتها وكده في الحله، بتبقى في الحله. فاحنا بنحب بنشربها كده. في ناس ما بتحبهاش طبعا، دي اختياري مش اجباري يعني، بس انا قلت يعني انا بقدمها مع المحشي. تمام. ودي الفرخه بس معلش هي استوت بس يعني دابت شويه في السوا، اتهرت شويه في السوا، فعشان كده في التحمير اتبهدلت كده، بس هتتاكل كل حاجه تتاكل. وبقى بكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. عملنا مع بعض المحشي البتنجان والفلفل والطماطم، وعملنا الفرخه الجميله بتاعتنا دي، سلقناها بطريقه سهله جدا، الطريقه اللي هي المعتاده الطبيعيه بتاع اللي احنا عارفينها. وعملنا خلطه المحشي. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا كلنا، ودايما متجمعين يا رب وفي احسن حال.
وكانت معكم ايمان احمد هلال، مطبخي وقناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. تابعوني بالاشتراك في القناه، ويا رب الفيديوهات اللي انا بعملها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. مع السلامه.